حاجة ما احنا مقصرين مع اهلنا جدا، يعني بالذات الام. دايما متضحكهاش كده، متقعدش تحكي معاها، متخرجهاش. مع ان هي اللي عملت عشانك كل حاجة، هي اللي ربتك لو انت متربي يعني. فانا طالع في الفيديو ده الصراحة اوجه رسالة لامي قدام الناس كلها، عايزة اقول لها يا ماما يا حبيبتي، انا مش هاكل برتقال، انا والله العظيم ما عايز اكل برتقال، انا مش عايز. انا لو عايز مش هخبي عليكي، اكيد انتي اول واحدة تفرحي لي هاجي اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم ماما والله انا صليت صلاة استخارة وان شاء الله نويت اكل برتقال، فهتقعدي تسقفي لي قشطة، بس انا مش عايز. وما تقنعيش فيا، يعني هتلاقي امك كده جاية تقول لك لازم تاكل برتقال، تقول لها ليه يا ماما؟ تقول لك مفيد. تقول لها هو مفيد في ايه؟ يقول لك فيتامين سي. انا مش عايز فيتامين سي، انا مش عايز فيتامين، انا عايز فيتامين اف. انا بحب الاف، ما بحبش الجي، السي، الدي، انا ما بحبش السي، انا عايز اف. انا حر، انا اف، انا عايز اف. ما تقنعيش فيا بقى بطرق تانية، تقول لك انا اعمله لك عصير. طب اعمله لك عصير، طب احط لك عليه جزر، طب اعمله لك في رغيفه فينو سندوتشات. مش عايز، ما هو مش عايز. وبعدين ما تجوديش وتقولي لي خلاص يا حبيبي انا عرفت اللي انت ما بتحبش البرتقال، تقول لك كل يا استفندي، تقول لك خد يا استفندي. بصي اهو والله اهو هو نفس الصفار، نفس الصفار ونفسه بيتقشر الفرق البذر. فيا امي بلاش برتقال، انا ما قلتلكيش كلي سبانخ، فانت ما تقوليش كل برتقال عشان الحياه تدوم ما بيننا بس. شكرا جدا.